السلام عليكم محب كلام جدودنا، دائما معكم بالجديد بفضل الله. ثم دعمكم سنواصل معكم هذا الموروث ثقافي. صلوا على النبي ونبدأ. قالوا لنا الزمان إلا كان بنادم عمى كيشري الخبز، وإلا كان عمش كيشري الطحين، وإلا كان بعينيه كيشري الزرع. هذا المثال لبيان ابتياع القمح وشرائه والإشراف على طحنه وعجنه في المنزل، وذلك لفائدته المادية والصحية والغذائية. قالوا إن الزمان يدو كتسبق فمو. يقال في من لا يتفاهم مع غيره بلسانه بل باستعمال العنف والبطش بيده، مما قد يورط في متاعب مع غيره كان في غنى عن وقوعها. قالوا إن الزمان يا قاطع الدم يا شارب الهم. يقال في من لا يصل رحمه، فالدم عند العامة يقصد بها القرابة وصلة الرحم مع أبويه أو أبنائه أو إخواته أو غيرهم، حتى لا ينال عذاب الله يوم القيامة. قالوا إن الزمان الله يعطيني اللي بغات مرتي ولا يعطيني اللي بغات أمي. فيقول هذا المثال لأن الزوجة تعتقد أن إن غاب عنها مدة من الزمن بأنه في الزهو والهو، فهو يتسلى مع غيرها من النساء. أما أمه فتخاف عليه كثيرا إذا غاب عنها، وتظن أنه قبض عليه في السجن أو صادف حادثة من حوادث الطرق، فتفكيرها منشغل بالخوف عليه. إلى اللقاء.